عاملا من العمال، شغال عند واحد في مصلحة طول الليل والنهار قاعد ما بيشتغلش وحاطط رجل على رجل. صاحبه العامل التاني يبص عليه يقول له حبيبي انت ما بتشتغلش ليه؟ يقول له لا انا ما ينفعش اشتغل. ليه يا عم ما ينفعش تشتغل؟ يقول لك صاحب العمل رجل كريم وانا احسن الظن به فانا ما بشتغلش. المهم في نهاية الاسبوع بقى رايح يقبض، بيقول له صاحب العمل اديني اجرتي. صاحب العمل يقول له ايه؟ يقول له اين عملك؟ اين انتاجك؟ فين العمل اللي انت عملته؟ أتكلم مع حضراتكم عن ظاهرة ظهرت بين كثير من الناس داخل المجتمع. هذه الظاهرة ظاهرة سلبية تجعل الإنسان غير موفق في حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى في تلك الساعة الطيبة الطاهرة المباركة ألا يجعلني وإياكم ممن وقع في هذه الظاهرة. قولوا أمين. ظاهرة انتشرت بين كثير من الناس، وللأسف كثير من الناس وقع فيها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. إيه الظاهرة دي؟ ترك العمل وإحسان الظن. ترك العمل وإيه؟ وإحسان يعني إيه ترك العمل وإحسان الظن؟ كتير من الناس يا جماعة تلاقيه ما بيصليش الفجر، نايم. تسأله انت حبيبي نايم ليه؟ يقول لك انا عندي حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى ان هو يدخلني ان شاء الله الجنة. مش هو ربنا قال كده؟ انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. كتير من الناس تلاقيه ما بيفتحش المصحف، ما بيقرأش قرآن. تسأله حبيبي انت ليه ما بتقرأش قرآن؟ يقول لك لا انا كده كده ان شاء الله داخل الجنة فمش لازم اقرأ قرآن، مش لازم اصوم، مش لازم اصلي، مش لازم اتصدق على فكرة. تقول له ليه؟ يقول لك انا عندي حسن ظن في قلبي بربنا بنسبة 150%. ناس كتير جدا 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 كده يا جماعة. في شباب كتير ما بيمشوش ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقيه لا يستن بسنته. ليه يا عم ليه ما بتمشيش في طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك انا يكفيني حسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نسي قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. خلي بالنا يا جماعة من القرآن، ما قالش فليحسن الظن، لا ما قالش كده، قال ايه؟ فليعمل عملا صالحا. انت عارف زي ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا عاملا من العمال شغال عند واحد في مصلحة طول الليل والنهار قاعد ما بيشتغلش وحاطط رجل على رجل. صاحبه العامل التاني يبص عليه يقول له حبيبي انت ما بتشتغلش ليه؟ يقول له لا انا ما ينفعش اشتغل. ليه يا عم ما ينفعش تشتغل؟ يقول لك صاحب العمل رجل كريم وانا احسن الظن به فانا ما بشتغلش. المهم في نهاية الاسبوع بقى رايح يقبض، بيقول له صاحب العمل اديني اجرتي. صاحب العمل يقول له ايه؟ يقول له اين عملك؟ اين انتاجك؟ فين العمل اللي انت عملته؟ وهذا صنف من الناس يعامل الله عز وجل هكذا. وانا دايما بقول الله عز وجل لا يعامل هكذا. ما ينفعش يا جماعة ان الانسان يعامل ربه بهذه المعاملة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما قالش فليحسن الظن. احنا نحسن الظن ونزداد بحسن الظن عملا وتقربا إلى رب العالمين جل في علاه. يا جماعة الإيمان مش بالتمني. بعض الناس كده انت عارف دائما يقول لك ايه؟ عشم إبليس في الجنة. في بعض الناس بيتعشم يقول لك ايه؟ يقول لك انا كده كده داخل الفردوس الأعلى. ازاي يا عم الحاج؟ انت فين صلاتك؟ فين قرآنك؟ فين صيامك؟ فين تصدقك؟ انت بتحضر مجالس علم؟ انت بتسارع في الخيرات؟ انت بتتسابق مع اخوانك؟ يقول لك لا 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 انا بس عندي حسن ظن في رب العالمين. يا جماعة مش بالتمني. شوف الحسن البصري، يا سلام، حسن البصري رضي الله عنه وارضاه يقول كلاما لو كتب وسطر بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. والله بيقول ايه؟ بيقول ليس الايمان بالتمني وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يا جماعة الجنة تحتاج إلى عمل.